clear for me how things going over there and it's all clear for me and I'm fine. السلام عليكم. حكيم زياش يفاجئ الطفل الذي اعتدى عليه اللاعب المصري أغويرو ويكشف عن تفاصيل خطيرة ويفجر مفاجأة كبرى لهذا الطفل. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق معي بأن اللاعب المصري يستحق أقصى عقوبة حتى يكون عبرة لغيره، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. نقلت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي أن الطفل الذي تم الاعتداء عليه من جانب اللاعب المصري أغويرو هو الطفل أحمد ريان، الذي كان حديث السوشيال ميديا قبل 6 أشهر، الذي كان يتسابق في ماراثون رياضي وقطع حذاءه، مما أدى إلى لصقه بسبب أنه ليس لديه قدرة شرائية لشراء حذاء جديد. فهو من أسرة فقيرة وهو يتيم الأب وهو كبير أسرته. وقد كشفت والدة هذا الطفل أن اللاعب المصري أغويرو ركله ركلة صعبة جدا، مما تسبب في كسر أحد أضلعته، وهو حاليا يرقد في المنزل. مما دخل على الخط اللاعب حكيم زياش، الذي أدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة المغربية وقال: أنا حزين جدا على هذا الطفل المغربي الذي لم يفعل أي شيء في مباراة المغرب ومصر، واللاعب المصري الذي اعتدى عليه فهو لا يستحق الاحترام أبدا، ويجب توقيع أقصى عقوبة عليه من جانب الكاف والفيفا لكي نجلب حق هذا الطفل المغربي البريء. وأنا سوف أتكفل برعايته هو وأسرته، وسوف أرسل لهم راتبا شهريا يعينهم على المعيشة، وسوف أرسل هذا الطفل إلى الأكاديمية الخاصة بي في الدار البيضاء، وسوف أزوره قريبا هو وأسرته.